ينعدل وان هو يتكلم من الناحيه الثانيه، محدش يقدر يتناقش معاه، وبالتالي يخلص اللي هو عايز يخلصه على الجمهور وبعدين ياخد بعضه ويمشي. انا لن يفيدنا في اخطائه او في مفاهيمه بعد ما تخلص الخطبه، لان المقصود ليس من يتحدث، المقصود المستمعين. نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ انا مع منع استخدام دور العباده، ولا اخشى من امتداد ده لباقي المسائل، لان حتى في المواثيق الدوليه التي تسمح بالاضراب ده بشكل عام هذا حق عام، ولكن حتى المواثيق الدوليه حظرت الاضراب في بعض الاماكن. قالت الاماكن العسكريه غير مسموح فيها بالاضراب، اماكن الخدمه العامه زي المستشفيات وغيره حظرت الاضراب، قالت مسموح ان الدوله تنظم الاضراب في هذه الاماكن ولم تستطع. فالاستثناء. طيب انا بس عشان يعني انا فهمت. نعم. انا بقاطع حضرتك مش كده؟ نعم. لا عشان بس الوقت. نستكمل. احنا مسبوقين بس في الوقت. تمام. فاحنا اوريدي يعني في الواقع اللي احنا عايشينه هو محظور العمل السياسي كله. ونحن معاه. لكن احنا مختلفين بقى دلوقتي في الخطوه الجايه ايه؟ طب هو محظور العمل السياسي بدور العباده. انا ككادر حزبي نعم. اعمل ايه في هذا الوقت؟ في ائمه واقفين على المساجد، واقفين على المنابر، بيدعوا ضد المبادئ بتاعتي او ضد المفاهيم السياسيه بتاعتي، وانا مش قادر اعمل حاجه. اتكلموا عنها بشكل موضوعي. اتفضل يا فندم. ده سؤال مهم. انا شايف احنا ككادر حزبي او كان في تجربه سابقه لليساريين، بس انا هرجعها لما الباقي يتكلم. طب اتفضل. في تجربه. هو هقول لحضرتك، هو من الناحيه الفعليه المساجد سواء هنا في السويس او في نطاق الجمهوريه بيتم استخدام السياسه فيها بس بشكل مش واضح، بمعنى ان هو تقديم خدمات بيتم، يعني احنا قلنا الكادر الحزبي من ضمن التواصل مع الجماهير تقديم خدمات، وده تقديمه عن طريق تقديمه للخدمات بيتعرف هو منين، هو تبع حزب مثلا مصر الديمقراطي. فهنا اللي بيحصل عملا فعلا في المساجد ان المساجد بعد صلاه العصر بيتم فيها حل مشاكل في الجماهير، وخاصة في كل مسجد في نطاق الحي اللي هو فيه. فهو ككادر حزب هقول لحضرتك حاجة اللي بيحصل فعلا بقى، لأن في بعض الجهات أو بعض الناس أو بعض الفئات أو بعض الجماعات بيقدموا خدمات لبعض الأسر، في الآخر خالص بتنسب لمين؟ اللي بتنصب فده بيعتبر في احنا دلوقتي خلاص احنا عرفنا المشكله. طبيعه المشكله يبقى حضرتك انا من وجهه نظري يبقى انا اقوم بخدماتي وانا موجود في المسجد انافس المساجد. لا انا عاوز اقول حاجه ثانيه، اتفضل. انا عاوز اقول ايه؟ عاوز اقول انا ككادر حزب مظبوط ان انا عاوز الحزب بتاعي يبقى ليه وجود يتم بشكل تاني خاص، بدون ما انا اتكلم على الحزب المصري الديمقراطي، بدون ما انا اقول انا عضو في الحزب المصري، لا انا اكون عضو ونشط فعال في المسجد في المشاكل اللي هم بيعرضوها. فحضرتك المشاكل احنا كتبنا قلنا اللي هي دي حضرتك المشاركه في الفعاليات الاجتماعيه اللي هي دي، فهنا المناسبات الاجتماعيه، فهو اللي بيتم وحملات الخدمات ايه كمان؟ دي يعني لها دعوه بس غير مباشره. انه يبقى نشط في المجتمع الديني باعتبار راجل مسلم او باعتبار راجل مسيحي، يبقى نشط في المجتمع الديني، متقبل او ما يتعاملش مع المجتمع الديني بشكل عدائي، اللي هو يعني مش مجرد لانه الناس تتكلم في السياسه بطريقه مش عاجباه فيروح طالع جري، لا لو عضو يشارك. اتفضل يا بيه. دكتور نبيل. طب يا استاذ محمود. اتفضل هجي لك يا استاذ محمود. بس انا في نقطتين هنتكلم عنهم، بتاع حضرتك بتاع كيف اواجه الخطاب الديني، والامر الثاني اللي هو الدعوه الحزبيه في المؤسسات. انا عايز بس اوضح الكلام، انا ما قلتش كيف اواجه الخطاب الديني. انا شايف برضه لا ولا احنا بنواجه، احنا ما بنخاطبش احنا ما بنواجهش الخطاب الديني، احنا بنتكلم على احنا بنتكلم علينا كحزب في قطاع كامل في المجتمع، هذا القطاع مؤثر جدا في الناس اسمه دور العباده. مظبوط، هذا القطاع احنا مش قادرين نشتغل فيه وبيستغل او في اخرين، في منافسين سياسيين لينا بيشتغلوا فيه. هي دي القضيه الاساسيه بتاعتنا، ان هناك منافسين سياسيين اللي هم تحديدا الاخوان المسلمين والسلفيين قادرين ان هم يتواجدوا في قطاع دور العباده وبالذات في المساجد. احنا مش قادرين نعمل ده.
طب نعمل ايه؟ هو ده السؤال، لكن مش ان احنا نواجه الخطاب الديني خالص. احنا بنتكلم على مواجهه خصومنا السياسيين في احد المواقع اللي احنا ملناش قدم فيها. نعمل ايه؟ هو زي ما قلت لحضرتك، هو التواجد بتاعه من خلال مسجده ان ده مكانه. ماشي. بيقدم خدماته في المسجد على اعتبار ان هو مكانه، وبرضه أوكي. بيقدم خطابه وتوجهه واستقطابه للناس من خلال مكانه. ماشي. انا قدرتي ان انا برضه من خلال حزبي اعمل زي اللي بيعمله بالظبط. اللي هو خدمات للجماهير، تبني قضاياهم، كل النقط اللي ده احنا احد اتكلمنا عليها المستويات. ماشي. من خلال ده الحزب أحد. بتاعي، لا، بالظبط. وبرضه بقى من خلاله كويس بقدر أوي. اجيب الناس. كويس دي أوي. من ده ضمن- احد المستويات. ده من المستوى امر الثاني. تاني. المستوى الثاني انا في نطاق عملي انا بدعو لحزبي من غير توصيف ان انا حزبي، وهم وهو بيتنسب حد عليا. قال الكلام ده. هو بيتنسب عليا. انا ما بتبنى قضايا اللي هو المشاركه، حد قال المشاركه في الحاجات دي انا بدون ما بتكلم مش المشاركه في المنطقه السكنيه او في الحي، ده جوه المصنع او جوه المدرسه. كون ان انا ايه كمان؟ كادر. معلش انا بنط بسرعه، انا بحاول ان انا الخص الكلام وبنط الامر بسرعه. الثاني ان النقطه الثالثه اللي هي برضه هرجع ليها بنقطه اللي هي حاليا انا شايف ان هي محور الصراع في المرحله دي مع الجماعات الاسلاميه. انا مش اللي هو في خطابهم السياسي للشريعه او للدستور او ما الى ذلك، انا مش لازم امشي في تصادم معاهم. انا شايف ان انا امشي موازي ليهم. انا ادعو للشريعه بس من منظور انا، مش لازم اعمل. بمعنى ايه؟ قول لي بمعنى قول لي مثلا اللي هي بناخد روح مبادئ الشريعه الاسلاميه. قول مثلا، اضرب مثلا اللي على هو طول. العدل الاجتماعي على سبيل المثال. ادعو للعدل الاجتماعي من منظور انا بنادي بالشريعه الاسلاميه يا جماعه، وحزبي بيدعو لكذا كذا كذا، وده مفهوم الشريعه. اللي يقدر هو لا طبعا اللي هو لا اللي يقدر ندور على نقاط يعني في واحد مش مذاكر في الشريعه وما يقدرش يتكلم باللغه دي، ما تتكلمش بيها، يتكلم باللغه المدنيه. واحد تاني مذاكر في الشريعه ويقدر يتكلم على العدل ويتكلم على المساواه ويتكلم على الحريه من خلال الشريعه، يتكلم بالظبط. اتفضل يا بيه. هو بس في انا بقول في عدم تخوف حتى من الصدارة. ناس كتير بتخاف منها، حتى اللي بيرتدوا الجامع والجامع كله، لكن اللي بيقعدوا الاحاديث والسمع اقل كثير. بدليل ان اللي بيصلوا بيقعدوا على القهوه ما بيقعدوش يسمعوا احاديث، والا كان قاعد من الحديث، يعني بيقعد في الحديث في الجامع وده الاحصاء والمشاهده. مظبوط، بس احنا نقطه بس سهله. انا هتكلم على السويس، بلاش في مصر. عدد البقاء في السويس اكثر من عدد الجوامع مجتمع. الذين يرتضون القهاوي في السويس اكثر كثيرا من اللي بيرتضوا الكنائس والجوامع. انا بقول بس واحكي لك كم جامع في السويس. يا استاذ محمود كم انا احكي لك كم جامع في كل حي في السويس. ده موضوع تاني. انا بقول الحقيقه الناس اللي في الشارع اكتر كتير، الناس جاهزه في الشارع، على الناس تبذل مجهود شويه في الشارع وفي المقاهي وفي المجتمع المدني وفي العمل اللي الناس عاوزه تبذل مجهود هتبذل. في المدرسه زي ما قال الاستاذ احمد، في ناس كتير بتشتغل في مدارسها. حاج سعيد بيشتغل في المزارعين، حاج محمد بيشتغل في الزراعه. احنا مجموعه كبيره عايزه وانا بشتغل في الثانوي العام. عايز اقول حاجه بس. طيب ده ما يخوفش الجامع، ما يخوفش. انا بس عايز اقول بس احنا هنا ما بنقولش ان الجامع يخوف او ما يخوفش. صحيح في ناس كتير خايفين من الموضوع، بس احنا بنتكلم يا استاذ محمود على حاجه واحده. بنتكلم على التحرك في كافه الفضاءات المطروحه بما في ذلك دور العباده. يعني احنا ازاي نشتغل في دور العباده؟ هو ده السؤال. ازاي انا ككادر حزبي اشتغل في دور العباده؟ يبقى ليه تاثير في دور العباده، مش ان انا استبعد دور العباده. احنا مش عايزين نستبعد حاجه. هو ده السؤال. السؤال علينا المطروح علينا ان احنا ازاي نشتغل في كل حته، في كل ركن، في كل خرم ابره ككادر حزبي او كسياسيين. هو ده السؤال. انا بس هكمل كلامي. مش متفقين على اللي بيشتغل جوه الجامع. نعم. بلاش نشتغل جوه الجامع. احنا مش متفقين على اللي بيشتغل جوه الجامع ومش موافقين على النهج ده، يبقى بالتالي مش هنشتغل جوه الجامع. لا، ما احنا ندور على ممكن بس يكمل يا جماعه لحظه واحده بس. انا عايزين نقول انا مؤمن ان احنا طريقه الشغل اللي احنا بنشتغلها دي احنا بنوصل لحلول كتير. وانا عايز اقول لكم ان احنا اشتغلنا الشغل ده دي ثالث مره نشتغل. كل مره بتضاف حاجات جديده للشغل اللي احنا عاملينه. يعني النهارده مثلا اتضافت 3 حاجات، مش عارف اقولها لكم ولا ما اقولهالكوش، ما اتقالتش قبل كده. اتضافت المناسبات الاجتماعيه،
اضافه تقديم مشاريع القوانين والمساهمه في مراجعتها، اضافه مشاركات الفعاليات. لا المشاركه في الفعاليات دي حاجه ثانيه كمان اضافت. تحريك الجماهير. في كذا حاجه اضافت، فانا بس عايز اقول انه رغم ان كل مره احنا بناخد من الناس زي ما قلت لكم كده، فاحنا انا مؤمن بانه انا ولا محمد ولا مش عارف الناس اللي جايه من القاهره ما عندناش حلول سحريه، احنا بنفكر مع بعض وبنطرح افكار وبنبتدي نشتغل بيها. فمثلا انا هحكي لكم، هستاذنك بس اقول على حاجه لسه شغالين فيها بقالنا كام يوم، طالعين بيها بدايه التسقيط. طرحت الفكره نفس الكلام، نعمل ايه في القرار؟ ده سؤال حقيقي، نعمل ايه في الناس اللي عاملين يحاربوا المبادئ اللي احنا بنمثلها، الدوله المدنيه والديمقراطيه والمساواه والانتخابات ومش عارف، نعمل ايه في القرار؟ فاتفقنا، توصلنا الى فكره ان احنا نتواصل مباشره مع وزاره الاوقاف، ان احنا نروح نجيب الائمه ونعمل لهم وعي سياسي، مش كحزب. نعم، تفكير صح، مش كحزب. ورحنا رايحين متفقين مع جمعيه اهليه عاملها مجموعه من السياسيين اساتذه اقتصاد وعلوم سياسيه، وانا اتصلت بوكيل وزاره الاوقاف، الراجل قال لي احنا تحت امركم، هات لي بس جواب من الجمعيه وهننظم لكم ندوات، وهنبتدي يعني في اجتماع بكره مع الجمعيه عشان نحضر الخطاب، وهنبتدي نعمل تنظيم، مش وعي، مش دعوه حزبيه، مش هندعو حزبنا، احنا هنشتغل مع الائمه على يا جماعه دخلوا زينا في ضد خطيبة الشريعه. نعم، احنا بالفعل عملنا ده انا والاستاذ اشرف، كنا وصلنا مع مدير الاوقاف بس كده. بس احنا عايزين ده الدول الادبيه. الندوه الادبيه بتبتدي طب انا عايز اقول دكتور انا عندي حاجه. خلينا يعني ادي بس